المباراة التحق اللاعبين بأرضية الملعب. يتقدمهم حكم هذه المباراة سيد جلال جيد. مباراة تنطلق من أقدم لاعبي الجيش الملكي من ربيع حرمات لاعب بورغيس يلعبها من الجهة اليسرى لفريق الجيش الملكي نحو بورغيس. الضغط على حامل الكرة من الجهة اليسرى لفريق المغرب الفاسي والحكم يدخل في منطقة الجزاء. المتابعة بالراس من دفاع الجيش الملكي. مثلا الخطورة الطريقة الساتي وخروج الحارس باعيو يتدخل. تعود من جديد من محل المغرب الفاسي الذي يبحث عن فرص الوصول. لاعبي المغرب الفاسي كرة في منطقة الجزاء من ربيع حرمات أقرب لحارس المرمى عبد العزيز. سالات في 2020 يا أخي. كرة لفريق الجيش الملكي. سدد كورتو زكريا فاتي تتحول بعيدا عن مرمى المغرب الفاسي البدوي في محاولة للمراوغة وعودة موفقة من مفيد ورفاقه. مفيد من الجهة اليمنى. مفيد الصغير الذي يكبر جولة بعد أخرى في البطولة الوطنية. مفيد الظهير الأيمن الذي يقنع مباراة بعد أخرى في البطولة الوطنية. وصل مساوية للأمام نحو كريم وعودة موفقة لمفيد. مفيد في التغطية. يفيد الحولي ينقل الكرة في منطقة الجزاء والتدخل من حاتم لفريق الجيش الملكي. يتحول من جديد. انطلاقة لفريق الجيش الملكي من رضا سليم والتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي. متسلل تماما محاصر، لكن هذا المرة الحكم يرفع الراية في الكرة الماضية ويقول كان متسلل وكان حالة شرود في الهجمة الأخيرة من فريق الجيش الملكي. كرة من رضا سليم لكن تدخل كريم الضغط على كريم من الجهة اليمنى والكرة في التماس لفريق المغرب الفاسي في دور دفاعي. كريم يعود هذا رضا سليم. الحكم يطالب بمواصلة اللاعب بكل ما فيه ولا شيء. الكرة الماضية يوقف اللاعب هذه المرة للإعادة لما حدث في الكرة الماضية. كرة الملكي. كرة من رضا سليم لمفيد وعمل كبير من ياسين رامي والكرة في التماس. يقول حكم والهدف. كرة من رضا سليم. رضا يتحصل على ضربة خطأ بإشارة من حكم المباراة. الجيش الملكي نقل الخطورة في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع فريق المغرب الفاسي. كريم الاشمل. المغرب الفاسي كرة مساوية والتدخل من دفاع فريق الجيش الملكي. المتابعة من حاتم الصوابي. إخراج الكرة صغير لما يجتهد. ويستحق منا كل التحية وكل الدعم، وهذه رسالة موجهة للنوادي الكبرى. بعد الجيش الملكي. كرة للجيش الملكي. فرصة. ضربة جزاء. قلتكم لما يكون المجهود الفردي ولما يكون الاجتهاد اعتمادا على المهارة فريق ثاني. كرة تسدد. جول للجيش الملكي. Our history forces us to be the leaders. والجيش الملكي تاريخه يدفع دائما لكي يكون في القمة، لكي يكون زعيما وهو يتصدر القمة في هذه المباراة ويصل. ضربة خطأ لفريق المغرب الفاسي تلعب من الطرف الأيمن. مساوية في منطقة الجزاء والتدخل من حاتم الصوابي نحو. وخدم كتير ممكن وانه يكون واحد من اللاعبين الصعيب وانك تحيد له مكانه في المنتخب الوطني. يا سلام تمريره هذه من عالم اخر لرضا والحكم يقول له يا رضا يلا يا ولدي وصل المباراه ما فيها ولا شيء. تتحول كره من جديد تلعب لفريق الجيش الملكي في منطقة الجزاء والحكم يطالب بمواصلة اللعب والكرة في تماس لفريق الجيش الملكي. كرة لكريم الاشمل كنترول محاصر بثلاثة أربعة لاعبين. تصل كرة لبونفا سيلا يرجع الرحولي للوراء لنبيل مرموق. تلعب كرة من الجناتي وانور ترخاتي يدخل في اخر اللحظة. المغرب الفاسي مازال الكرة للجيش الملكي. رضا يا رضا
والتدخل من عالي المقام عبد العالي محمدي يبعد الخطر عن مرمى فريق المغرب الفاسي. كانت واحدة من أقوى من أبرز من أفضل فرص المباراة ككل. البدوي البحث عن انطلاقات أيوب الودراسي لو ما هربتش له الكرة لكان الوضع مختلف في الكرة الماضية. الإعادة لكرة فريق المغرب الفاسي، تعود الكرة الملكي وتدخل الحارس عبد العالي محمدي لفريق الجيش الملكي بإمكانه من رضا سليم زين الدين. كرة تسمعها وتسمع تأثيرها وصداها ولو أنها لم تلمس ولا شيء. وقدي من جالسنا قدي يتحصل على الخطأ الذي يعلن عنه حكم المباراة. كان أقرب للكرة. المغرب الفاسي رضا في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع المغرب الفاسي. دياكيتي لحاتم الصوابي والصواب كان من دفاع المغرب الفاسي. والتدخل وضربة مرمى للحارس عبد العالي محمدي يد حاتم الصوابي. الجيش الملكي عبر مفيد في منطقة الجزاء والتدخل من دفاع المغرب الفاسي عبر في منطقة الجزاء. تلعب الكرة وخروج الحارس عبد العالي محمدي. نظن انه للجناتي البدوي وتدخل بعي بعد سنوات او بعد عفوا بعد شهور. رضا والحكم يطالب بمواصلة اللاعب. يقول ما كاين ولا شيء يستدعي ايقاف اللاعب. التحول السريع لفريق المغرب الفاسي نحو ايوب الودراسي. يقول ضربة جزاء لفريق الجيش الملكي. ثاني ضربة جزاء في المباراة. سليم رضا كل الرضا يا رضا. ثاني هدف فريق الجيش الملكي. وتشتعل المدرجات جنونا، تشتعل صخبا. كل ما لديه من لاعبين. كرة في منطقة الجزاء بالراس. هدف أول للمغرب الفاسي بالراس يعتلي القمم ويسجل الهدف الأول في هذه المباراة. رقم 6 المدافع البديل الودغيري يتمكن من بلوغ الهدف الأول لفريق المغرب الفاسي.